هلا بنات، شلونكم؟ اليوم غدانا شانق ونجربه وياكم. خلي الزيت، خلي بهارات اكيد. نبلش نقلب. صباح الخير، صباح العافية عليكم، صباح النشاط اللي مالي قلوبكم الحلوة حبايبي. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بألف خير. تعرفون أبخل الناس ما يصلي على النبي. صلوا على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. نبلش الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. بنات، أول ما بلشت بالفيديو أني بنات مكملة كل شغلي وكملت احتياجات أطفالي وبلشت أقلي الشانق. كان غدانا بنات شانق يخبل طعمه بنات. مرات يجي طعمه مو طيب ومرات يجي لوش قد ما تاكلون منه ما راح تملونه. وكان غدانا حبايبي الشانق وي الخبز، يعني ما مسوين مثلا مطبق أو تمر أحمر، لا بقتها بنات شانق. ترى الطماطة ناعمة شفتوها بداية الفيديو، وأكيد وي البصل، لأن الشانق ما ينوكل أو السمك عامة ما ينوكل إذا ما تاكلون وياه بصل، والما ياكل البصل هذا مو ذواق، هذا رأيي. لأن هو ينطي طعم كلش طيب. هذه للمحبين البصل تماما. فبوقتها بنات يعني ما سويت أني تمن أو غير شي، بس مجرد إحنا بوقتها حبينا هالشكل ناكل الشانق، وقليت يعني على العدد اللي ياكل بالغداء، لأن بوقتها مو الكل تغدى. اكتبولي بالتعليقات انتو من محبين الشانق أو غير نوعين. أني زين من أعرف الزبيدي وأعرف السلفر، أو ما أعرف يمكن لفظتها صح أو غلط ما أعرف، وأعرف الشانق يعني زين مني من أعرف ذني. بس أني من محبين هذه النوعية من السمك. يلا حار. عيني هاي تخوفني. مش تطلع في الجو هذا؟
كملت تقلات السمك بنات، وقعدت اني واطفالي اتغدينا الحمد لله. وبقتها الحمد لله من اتغديت، لان اني ما اتغدى الي وجبتين باليوم. هو مو دايت ولا انه مجرد مثل ما نقول حرمان، بس اني اتعودت لان زوجي ما هو، فاني اتريق وما اكل لحد انه يوم مثلا عشاء او عصرية هيج واكل. من يجي زوجي من الدوام لا نقعد سوا ناكل، يعني بوجوده احب اكل، من هو ما موجود لا هيك يعني الواهس ما عندي واهس. يعني فقلت لكم بوقتها الحمد لله من انه اكلت ويا بناتي. فبناتي هنا أنا كملت الغدا اني وقمت غسلت الماعين، وكان عندي شغلات كملتها بنات. صح ما صورت لكم كل شي اني، بس راح تشوفون اليوم شنو. وبنهاية الفيديو بنات بوقتها كان بنات 27/5 اللي هو عيد ميلاد طيوفة بنتي، يعني كملت عمر 5 سنين. يوم 27/5 كملت ال5 بنات، ودخلت بالعمر السادسة، يعني سنة جديدة. فهنا بنات أنا كملت كل أشغالي. ما كنت مقررة إنه أسوي لها هيك حفلة عيد ميلاد، لأن بوقتها ما يعني مو إنه أنا ما جبالي أو فد شي، بس يعني هيجي قلت إنه غير يوم مثلا أسوي لها، لأن أختها همين 5/7 عيد ميلادها، فأني على مود إنه يكون عيد ميلادهن سوا، لأن أختها بمحرة ما حيصير ميلادها. فبوقتها ما كنت مقررة أسوي لها، بس كان أكو رأي ثاني. يعني كملت العفو أني كل شغلي، وحبيت أسوي عصير الموز بنات، وحبيت أشاركه وياكم. أني بوقتها كملت شغلي وحسيت روحي عطشانة وتعبانة وحابة فد شي هيك يسرسح على القلب. شفت عندي حليب وعندي موز، قلت خلي أقوم أسوي عصير الموز. أخلي الموز بنات بهذه الطريقة بمحضرة الطعام، ما عندي خلاط للأسف، فبهذه أسوي أني العصاير كلها، ويطلع كلش طيب يعني مخلوط وما بي أي شي. وأخلي حليب بنات سائل، أو إذا عندكم حليب يعني هذه الجاف ما أعرف يعني أخذوها، أنا بس ما قلت هو الطحيني، الحليب اللي طحيني هيجي. هم تخلون مي وتخلون شكر حسب الرغبة، وتخلطوه العفو، وبالأخير تخلونه بدولكة ويا أكيد شكر، مو طي شكر ويا أكيد ثلج. وعليكم وعلي بألف عافية، جربوا هذه الطريقة وادعوا لي كلش طيب. وترست لي دولكة معدلة ماي وخليت عليها ثلج، يعني ما أقول لكم خليت كمية، لا والله مليتها ملي. وعندي فاكهة وعصير، وهنا فعلا نسرسح على القلب.
Come on.